مفيش حاجه اسمها ظرف. عايزه اقول لك بقى بمناسبه الجامعه، انا في اولى جامعه خلاص اتجوزت وحملت، كنت بروح الجامعه وانا حامل كده. في يوم من الامتحانات كان في الترم الثاني ما دخلتش ماده علشان انا كنت بولد، فشلت الماده دي. وكل ده اللي حصل بقى، اول سنه بس شلت فيها ماده اللي انا ما حضرتهاش، والله العظيم يا داليا. تاني سنه وتالت سنه ورابع سنه جيد جدا جيد جدا، جايبه تقدير عام جيد جدا. وحصل موقف رهيب، انا كنت بعمل ملخصات. الملخصات دي كنت عاملها، فمره واقفه في مكتبه الجامعه فلقيت حد بيقول له عندك ملخصات اسماء سعيد؟ وهم ما يعرفونيش والله العظيم زي ما بقول لك كده. فاللي هو انت واحده متجوزه ومسؤوله عن بيت ومسؤوله عن زوج وصغيره ومسؤوله عن بنت وعندك 19 سنه وانت اللي بتعملي ملخصات لليهم. مفيش حاجه اسمها ظرف. طبعا كنت مبسوطه جدا، بس انا عايزه اقول لك كل ده كان لسه مفيش وعي ولا اي حاجه. انا بس لما بحط حاجه، انا بحب المذاكره جدا وبحب التعليم جدا جدا بس جدا. حسيتي ان سعيك او تعبك بيبان نتيجته؟ بيبان طبعا، كنت مبسوطه جدا عليه. جدا جدا. كنت مبسوطه، بس برضو ساعتها هنا الوعي كانش لسه موجود. هو تحدي كبير، وممكن يكون اللي بيسمعونا دلوقتي يعني بيشوفوا او يسمعوا يقولوا الموضوع ده اكبر مني بكتير، يعني انا ما اقدرش اعمل ده. هو بيبقى محتاج يمكن قدرات، ولكن هنرجع نقول القرآن بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فكونك اتحطيتي في الموقف ده، فربنا عارف ان انت تقدري، وسعك يجيبه.